السلام عليكم ورحمة الله. كما العادة مع الأخ أحمد والأخ وليد، وإن شاء الله اليوم راح نتكلم إن شاء الله على حصيلة المنتخب الجزائري في هذا التربص، حصيلة المنتخب المصري إن شاء الله في هذا التربص، وراح نتكلموا على بطولة الدوري الإفريقي. هذه البطولة اللي عملوها جديدة، راح نعطيو بضع آراء وبضع معلومات على هذه البطولة إن شاء الله، وننطلقوا إن شاء الله. يا أخي أحمد، وش رايك في تربص المنتخب المصري في هذه المباراتين الأخيرتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة بالنسبة للتربص الأخير، أنا شايف إنه كان مثمر جدا، خاصة لقاء الجزائر لأنه منافس قوي. قدرنا إن احنا نجرب تكتيك وجربنا نظام إن احنا لو انطرد منا لاعب وواجهنا حالة صعبة إزاي نلعب وإزاي نقف وإزاي ندافع وإزاي نهاجم قدام فريق قوي زي الجزائر، فريق له اسمه في المنطقة. مباراة زامبيا الأولى للأسف أنا شايفها يعني كانت تجربة ضعيفة شوية، لأن المنتخب ما ظهرش بشكله وما كانش فيه أي تكتيك في اللعب، ومباراة كانت مملة جدا وما استفدناش منها، يعني حتى أحرزنا هدف متأخر. تمام. التجربة الحقيقية واللي خلتنا فعلا نحس إن منتخب مصر قادر إن هو يصعد كأس العالم، قادر إن هو يرجع بطولة أفريقيا إن شاء الله بعد غياب 14 سنة، هي مباراة الجزائر. تمام، ب 10 لاعبين قدرنا ان احنا نتعادل. تمام، وان شاء الله اللي جاي احسن. طبعا حضراتكم عارفين ان شهر نوفمبر هيبقى فيه ماتشين في تصفيات كاس العالم. مصر هتلعب مع اول ماتشين مع سيراليون وجيبوتي اللي هم على الورق اقل فريقين في المجموعه. تمام، بعد كده لازم طبعا الماتشين دول الافتتاحي لازم 6 بونت، ما خدناش ال6 بونت كل سنه وانتم طيبين من الاول كده بقول لهم. وش رايك في اللاعبين؟ تقييمك للاعبين في هذا التربص؟ تقييم للاعبين، اغلب اللاعبين ظهرت بشكل جيد، اغلبهم ظهروا بشكل جيد ما عدا بعض اللاعبين اللي ممكن ما يبقى لهمش فرصه في الفتره الجايه، خاصه محمد هاني مثلا اللي هو اتسبب بسبب رعونه وبسبب تدخل قوي في حاله طرد كانت هتضيع لنا الماتش. لا بس والله يعني قبل ما يخرج بالبطاقه الحمراء معلش بس جل من لا يخطئ، بس يا اخي كان مدافع ما جيد. اختلفناش، بس مدافع وده راجل بيلعب دولي زمان مع النادي الاهلي. تمام، يعني غلطه ما تجيش من ناشئ، لو ناشئ متحمس هنقول ماشي. انما محمد هاني عنده حوالي 27 يحدث 28 سنة. اخطاء، راجل بقاله فتره بيلعب في النادي الاهلي، اكبر نادي في جل من لا يخطئ. بس هو مدافع. انا مثلا هذيك ال 26 دقيقه اللي لعبها والله كان كويس. انا سمعت كلام ان روي فيتوريا المدرب البرتغالي بتاع منتخب مصر مش هيعطيله فرصه تاني، مش هيستدعي تاني، او على الاقل لو استدعاه مش هيبقى اساسي، هيلعب بعمر كمال لاعب فيوتشر. بالنسبه للوجوه الجديده انا ما شفتش اي وجوه جديده. التشكيل بتاع منتخب مصر اللي حضراتكم شفتوه دوت اغلبه كله عناصر قديمه، يعني انت لو جيت قارنته بتشكيل 2019 مثلا هتلاقي فيه عناصر لسه حاجزه مكانها موجوده من 2017 و 2019، علي جبر، محمد الشناوي. بس يا اخي مثلا منتخب 2019 هذو العناصر يا اخي وصلوا النهائي 2021، النهائي كاس افريقيا 2021. ماشي مفيش مشكله، بس يعني فين بصمتك؟ هو فين؟ انا بتكلم عن المدرب، فين الوجوه الجديده اللي انا مدرب شفناها. انا في مكانه لاعبين 2021 يا اخي وصلوا النهائي كاس افريقيا، لماذا نغير؟ راح ندعمهم بضع تدعيمات. احنا ما نغيروش من التغيير، صح ولا لا؟ ما احنا مش عايزين برضو يعني ايه طموحنا يقف عند كده، يعني احنا وصلنا 21 بدعوات الجماهير ودعوات الجمهور. لا والله حتى كنا طول البطوله بندافع يعني. لا كانت ماشيه معانا كده برضو يعني بتوفيق ربنا، يعني مش لعب. انا برضو حتى انا حسب رايي الخاص منتخب مصر حتى في هذه كاس افريقيا يقدر يلعب دفاع متاخر ودفاع متوسط. ايوه، لو راح يهاجم راح تكون مشكله، لانه عندكم 3 لاعبين في الوسط، لاعبين دفاعيين مهاريين في الدفاع، غير مهاريين في بناء الهجوم. انا حسب رايي. انت سالتني وقلت لي الفايده من التوقف اللي فات ومن الماتشين، فانا التوقف ده الفايده ايه؟ الفايده ان يبقى في انسجام اكتر باللعيبه، صح. في الماتشات الرسميه اللعيبه على طول يبقى في تفاهم، واحده والثانيه والثالثه عند جون مش زي بقى، فاهم؟ ما يبقاش احنا ايه في الماتش الرسمي اللعيبه اول مره تلعب مع بعض، لا عشان الانسجام. تمام، فيعني الانسجام موجود الحمد لله موجود. اللعيبه القدامى كلهم طبعا هم اللي موجودين. تمام، هو الراجل فيتوريا يعني هو جاب الاسماء اللي هو اضافها من ساعه ما جه. طبعا حضراتكم عارفين ان هو استلم من مين؟
استلم بعد ما الاخ اسامه جلال ولا اسمه ايه بتاع اللي كان مسكنا ماتشين دوت مدرب بيراميدز لا يا اخي ده مش انا حسب، انا ما نحسبوش يا راجل ماتشين جلال اخو ياسر جلال مسكنا ماتشين وخساره من الكوريا 4-0 وخساره من اثيوبيا 2-0. مسك بعده واللي قبل منه كمان الاخ كارلوس كيروش اللي وصل معانا نهائي افريقيا من احسن المدربين اللي مروا على والمباراه الفاصله قدام في الفتره الاخيره صح. هو كان بس خد فرصه كامله يعني في مدربين ما خدوش فرصه كيروش، لكن على الاقل كيروش كان يعني وصل نهائي افريقيا، وصل المباراه الفاصله. يعني لو كان 50% وانت تقييمك لهذا المدرب يجيب لنا الكاس. تقييمك لهذا المدرب المدرب يقدم اضافه لا ما اقدرش احكم عليه الا لما في مباراه رسميه. هو كل الفرق اللي لعب معاها في تصفيات حسب خديت عليه نظره صح. بص حسب نظرتك تقريبا هو المدرب ده في ميزه وفي عيب. ايه ميزته ايه عيبه؟ ميزته ان هو ما بيخافش وبيلعب دايما لعب الى حد ما مفتوح، بيهاجم زي فكرني باجيري اللي جبناه في ايام كاس اللي كانت عندنا في مصر. هجوم ونسي الدفاع وفجاه لقينا نفسنا بره البطوله. انما في مدربين واقعيين مسكوا منتخب مصر زي كوبر اللي وصلنا كاس العالم، كان عارف امكانيات اللعيبه، ولما سالوه انت ليه على طول بتدافع وباصي لصلاح بسرعه وسجل وتقفل اللعب، قال لهم هي دي امكانيات اللعيبه اللي معايا. استغل صلاح الاقصى الحدود في تلك الفتره. مصر لو فتحت ولعبت لعب مفتوح زي بقيه الفرق ما بتلعب، اولا ما عندناش لياقه بدنيه تجاري الفرق الافريقيه. لا انتم يا اخي حسب رايي عندكم لاعبي الوسط لاعبين ممتازين في الدفاع. ماشي، لعيبه الوسط في لعيبه في الدفاع عندنا لا ترتقي مستوى، لا يرتقي للمستوى العالمي. مش عايز اسميهم بالاسم، لا ما تسميش بالاسم لكن انا بقول المنتخب استفاد من التجربه، واتمنى ان احنا دايما نلاعب فرق قويه. يعني بلاش بقى جو تنزانيا وموريشيوس بص يعني لا لازم يكون خالط. لازم يكون خالط، لازم تلعب فرق قويه وفرق تدافع، فرق تهاجم كده فرق عشان يعني الشهر الجاي هم هيلعبوا زي ما قلت لكم مع سيراليون في افتتاح كاس العالم، تصفيات كاس العالم مع سيراليون وجيبوتي. طبعا انا بقول مباراتين في المتناول بغض النظر عن اي حاجه، لازم الستة بونت فعشان بعد كده يسندونا. حضراتكم عارفين ان تصفيات كاس العالم المره دي 9 فرق والعاشر 9 فرق من افريقيا والعاشر هيلعب ملعب، ففرصه كبيره ان احنا حسب رايك الفريق العربي اللي ما يتاهلش تيجي تتكلم على كاس العالم صح؟ نهضروها صراحه. الفريق اللي ما يتاهلش لكاس العالم هذه المره ما تجيش تتكلم على كره القدم نهائيا. ده حقيقه ايوه، انا نبطل كوره صح نبطل كوره لو مش هنوصل بقى. يعني هي جايه لنا بوركينا فاسو على حظنا السيء اللي هو اقوى فريق والله ما عندهم الحيله يا راجل والله يتربحوا. لا بتهيألك صح يعني منتخب صعيب وصعب ولكن انت تفوزوا فيه. تيم في السنوات الاخيره بيقدم كره قويه من احلى الكرات في افريقيا. قدم كره نظيفه، خرج تونس من كاس الافريقيه اللي فاتت لدعهم لدعه في اخر البتاع في الدقائق الاخيره وخرجهم. تعب الجزائر كتير في تصفيات كاس العالم. تعادل معنا مباراتين في الجزائر وخرجنا برا الجزائر. ما نتكلموش على الظروف ولكن تعادل معنا برا. هم كانوا معاكم في تصفيات 2014 و18 تقريبا صح؟ تصفيات كاس العالم الاخيره هم كانوا معنا وتعادلوا معنا في الجزائر 2-2 وتعادلوا معنا في المغرب 1-1. وتقريبا 2014 برضه لعبتوا معاهم. لعبنا معاهم في 2014 وتاهلنا على حسابهم. ايوه وكانوا خرجوك. انا شفت الماتش ده انا فاكره، جالهم كرة في العرضة في الوقت الضايع. لو السوداني العربي السوداني ضربها في العارضة، ولكن في مباراة الذهاب شوف ظلم تحكيمي لا مثيل له. حليش والله شافي عليها كما اليوم، قصتوا الكرة في لمس يده صح خارج منطقة الجزاء بنصف متر، حسبها ضربة جزاء. تيم هيتعب ابونا في البطولة في التصفيات. لا تيم ممتاز بوركينا فاسو لعبوا كرة حلوة. انا نقول لك بس ما عندهمش الحيلة في الكرة. بوركينا فاسو ما عندهمش بيلعبوا بس فريق فريق قوي في كما تقولوا انتم المصريين فريق جامد. ايوه فريق جامد دي حقيقه يعني. ولو خدناه بس استخفينا بيه هنفوجئ نلاقيه سابقنا في الترتيب ونفضل طول التصفيات نجري وراه وفي الاخر ممكن يوصلوا. بس انا متفائل ان الجيل الحالي عندهم طموح يعني الى حد ما غير الاجيال اللي انا عاصرتها من التسعينات بتفرج على تصفيات كاس العالم. كان دايما مصر عندها تيم حلو لكن ما بتكملش في تصفيات كاس العالم. انا بقول
يعني بنسبه كبيره ان شاء الله احنا 60 40 60% 40% بوركينا فاسو. لكن منتخب مصر مش طبعا المجموعه كلها مش بوركينا فاسو، منتخب مصر لو ما اخدش بجديه الفرق اللي معاه في المجموعه زي غينيا الاستوائيه بالذات والفريق الثاني اللي هو اثيوبيا خصوصا على ارضها، انا بقول لك هنضيع نقط وهيبقى شكلنا وحش ويبقى موقفنا صعب ان شاء الله ان شاء الله فلازم لازم الفرق اللي كلها الخمس فرق التانيين اللي معاك في المجموعه لازم تكسب بره وجوه. مفيش حاجه اسمها ايه لا انا اتعادل بره العب على التعادل بره واكسب جوه، لا مش مع نظام التصفيات الحالي مش هينفع. تمام. ده بالنسبه للحاجات بتاعت منتخب مصر. يعني برضه اسيب الكلمه ليك برضه تقول لنا على الايه على منتخب الجزائر، في وجوه جديده ظهرت، في ايجابيات في التربص الاخير ولا لا؟ اتفضل. شكرا يا اخي احمد. والله يا اخي المنتخب الجزائري خد مباراتين، مباراه ضد الراس الاخضر، مباراه ضد المنتخب الشقيق المصري اللي كان نائب بطل افريقيا. التربص هذا شفنا فيه عده اشياء، مثلا شفنا فيه لاعبين جدد، مثلا مثل امين قويري ومثل العروسي الاول مره ظهروا مع المنتخب الوطني. امين قويري مثلا في مدينه قسنطينه ادى مباراه كبيره، هنا شفناه في ملعب العين ما اداش مباراه كبيره. عوار شفناه انطلق مع الفريق الوطني، لعب في المباراه الاولى اساسي، في المباراه الثانيه ما لعبش اساسي كان احتياطي. شفنا العروسي قدر يجاري اول ظهور له مع المنتخب الوطني، قدر يجاري محمد صلاح وهو صغير السن، وهو نشأ مع محمد صلاح في فريق ليفربول. ان شاء الله يكون له مستقبل كبير، وان شاء الله يكون اكتشاف في الكره الجزائريه. زروقي انا حسب رايي كسب نقاط كبيره، وان شاء الله راح يكون اساسي في كاس افريقيا. فاغولي القلب النابض للفريق يا اخي، حتى ونهار كي خرجنا من المباراه قلنا يا اخي ما كانش فيهم، ولكن فريق فاغولي كل لله وكل تحياته يبقى زعيم يا اخي، ويكون حاضر ان شاء الله 100%. رياض محرز قال ما نتكلموش على رياض محرز، يتكلم على نفسه. اسلام سليماني مهبلني يا اخي سجل في المباراتين يا اخي ما نقدرش نتكلموا عليه. يعني هي كما نقولوا مثلا يعني جاي من البرازيل عشان يسجل علينا يا اخي، ما كانتش فاتته الطياره هو اسلام يعني زي علي معلول النهارده ما لعبش مع الاهلي لانه فاتته الطياره. كانوا بيلعب في اليابان في اقصى الشرق وحجزوا له الطياره لحد الامارات، وصل الامارات هنا وما لحقش ياخد طياره تنزانيا. سبحان الله. كانت طياره مصر بدل التذكره. انا كانوا عايزينكم في مصر، لا انتوا كده جايين. مثلا المنتخب الجزائري اسلام سليماني كانت فاتته الطياره وهو جاي في البرتغال كده كان والله يا اخي اسلام سليماني يعني 35 سنه اسلام سليماني مازال يا خويا يقدم ومازال يا خويا قادر. اسلام سليماني نحترموه ونقدروه وديما نشتيو نضحكوا عليه يا اخي، ويسامحنا خونا سليماني، وديما يا خويا سليماني نبقاو نضحكوا هكا. مثلا انا هذا الملخص هذا تاع التربص. مثلا الجزائر خاطت مباراتين، خاطت مباراه قويه ضد المنتخب المصري واللي هو نائب بطل افريقيا، وكما نقولوا كانت عندها ظروف المباراه وكان ديربي وكانوا لاعبين صغار ولاعبين جدد راح ياخذوا خبره من هذه المباراه. وان شاء الله الظروف اللي راح تكون في كوت ديفوار راح تكون تقريبا مشابهه للظروف اللي كانت في العين، راح تكون كاينه رطوبه، راح تكون حراره. اللاعبين كانوا يكونوا خداو فكره، وهذو اللاعبين اللي ما يسبق لهمش ولعبوا في الرطوبه والحراره يكونوا خداو تجربه ان شاء الله، وفي افريقيا يكونوا مستعدين ان شاء الله ويعملوا مباراه قويه. المباراه اللي كانت مع الراس الاخضر منتخب محترم، ولكن يا اخي مثلا النتيجه تخلي، مثلا النتيجه اللي فاز بها الجزائر تخلي كل المحللين يقول لك هذا فريق ضعيف هذا فريق ضعيف هذا فريق ضعيف. المهم على العموم كما نقولوا راضيين على التربص. جمال بالماضي يا اخي تقييمه يا اخي كما نقولوا مدرب ممتاز. والنقطه السوداء اللي صارت هذيك النقطه اللي صارت مع بالرحمه هذيك نتغاضاو عليها وتفوت. سعيد بالرحمه يا اخي انا حسب رايي ممكن قصى نفسه من المنتخب الوطني. انا حسب رايي سعيد بالرحمه قصى نفسه من المنتخب الوطني. وانت واش راك انت مثلا المدرب انا لاعب ما نلمسش يدك؟ انا لو مكان بالماضي لا مش هتكلم معاه قدام الجمهور واحرج نفسي، لا اصل انا اكبر من كده، لا اسيبه خلاص تمام تسلمش زي ما بيحصل مع يورجن كلوب ساعات بيغير صلاح وصلاح بيبقى متضايق. يا اخي تحكي على صلاح يا اخي بس صلاح عالمي يا عم ماشي هو يعني معلش الفريق الاول بن رحمه برضه ما هو لعيب عالمي مش لا ما نقصوش احنا بنقدر بالرحمه
ولكن يا اخي احمد انت ما تنساش دوره في المباراه، ما اختلفتش، بس والمنتخب هو المصري ب 10 لاعبين، هو بالماضي وانتوا في الزيل يا اخي. بالماضي له حق يزعل، بس ما مش قدام الناس. يعني قبل كده حسن شحاته بدل ميدو في كاس الامم 2006 قدام السنغال، تمام، وميدو دخل عمرو زكي وعمرو زكي سجل. ايوه، وميدو عمل مهزله من اول لمسه. ميدو كده كان من اول لمسه يا رب شاهدت المباراه يا شقي وبلعيني. ليه بتخرج لي ليه كل مره؟ ايه ده ماله الواد ده؟ اطلع تغيير يعني، اطلع ينفع كل مره تغيرني كده؟ كان على انت لو كنت مدرب تستدعي بالرحمه مره اخرى؟ لا طبعا. عارف ليه لا؟ اقول لك، لان انا لو انا عديتها كده اللعيبه مش هتحترمني، اللعيبه الثانيه هتقول لك اه ده بالماضي ده شخص تافه، ده الواد بالرحمه عمل معاه لقطه مش حلوه، مش هيحترموه. فهو طبعا بعد اللقطه دي طبعا بالماضي راجل صارم جدا، انا اتوقع ان هو يستبعده، وخصوصا ان الجزائر ما شاء الله فيها لعيبه قويه بتلعب في اوروبا، وفي لعيبه برضو جيدين في الدوري المحلي، فاكيد هيعوضوا يعني، هيلاقي له بديل واثنين وثلاثه في بدلاء كتير يعني. بس ان شاء الله كما نقولوا يعاقبوا، ما يعاقبوش كما نقولوا مدى الحياه، هذا واش نقولوا. ويا اخي احمد انت كلمتني هو المفروض بن رحمه يعتذر يعني، المفروض بن رحمه ما المفروض يعتذر. وانت يا اخي احمد اليوم كلمتني عن البطوله هذه الجديده اللي عملوها في افريقيا، بطولة الدوري الافريقي. طبعا كانت عملت ضجه، كانوا عايزين يعملوها على غرار بطوله السوبر الاوروبي اللي كانت المفروض تتعمل، لكن الاتحاد الاوروبي رفض، لانه طبعا الاتحاد الاوروبي بيخش له مداخيل قويه جدا من دوري ابطال اوروبا، فمش محتاج يعمل سوبر. يا اخي مثلا يا اخي احمد كلمه السوبر احنا عملنا في افريقيا لان احنا محتاجين حاجه سوبر. احنا في افريقيا بتشوفوا ملاعب سيئه جدا، بتشوفوا تصوير سيء، بتشوفوا فراق وتعبين في الفنادق بتاعت اللعيبه وجراد عادي يعني في فرق بنلعب في الاحراش. فاحنا كنا محتاجين الخطوه دي من زمان. الاتحاد الافريقي كان ناوي يعملها 24 فريق السنه دي، لكن الشركه الراعيه قالت له كفايه اكتفي ب8 فرق الاول اللي هم الاعلى في التصنيف، وبعد كده السنه الجايه نزودهم 24 لحد ما نشوف النسب المشاهده والدنيا وبتاع، وتكون بقيه الانديه جهزت ملاعبها وكده، والدول استعدت بالبث التلفزيوني. هم ابتدوا السنه دي الاهلي من مصر، الترجي التونسي، الوداد المغربي، انيمبا النيجيري، سيمبا التنزاني، بترو اتليكو الانجولي، ومازيمبي الكونغولي، بنظام الذهاب والعوده 8 فرق، ونظام ذهاب وعوده خروج المغلوب. فجت القرعه يعني صعبه شويه على الاهلي، مجموعتين صح؟ يعني جت المجموعتين اللي هم 4 يلعبوا 4. جه حظنا في اصعب فريق في المستوى الثاني اللي هو نادي سيمبا التنزاني. طبعا انا بصيت في الاحصائيه بتاعت سيمبا، لقيت الاهلي لاعب الفرق التنزانيه 20 مره، كسب 12، اتعادل 4 وخسر 4، والاربعه كانوا من سيمبا التنزاني. بقى لنا دلوقتي يعني اخر مواجهتين خسرناهم هناك 1-0 في العاده. الاهلي ما بيكسبش هناك، فملعب صعب، ملعب دار السلام. الاهلي النهارده يعني طلع 2-2. هنتكلم في اللقاء الاول، بحكي لكم على موضوع جوائز البطوله وايه السبب من اقامه البطوله. السبب ان الاتحاد الافريقي عايز يطور الكره الافريقيه، وعايز اللعيبه الافارقه ما تهاجرش، عايز يبقى عندنا بطوله. بس يا اخي احمد هي كلام كبير. مثلا هذا البطوله هذه لما لاعبين افارقه يجيو يلعبوا فيها، انا حسب رايي الخاصه ونحترم رايك يا اخي احمد، اخصائيين راح يجيو يشاهدوها، واخصائيين راح يخطفوا العصافير النادره. ما انا بقول لك هو كده العصافير النادره هتسافر يعني، هتطير طير في افريقيا مش راح تبقى بس في لعيبه يعني حتى المستوى المتوسط. حسب رايي الشخصي، مثلا الاهلي المصري فريق يقدر يمد سالاري كويس. ايوه دي حقيقه. الترجي التونسي يقدر يمد سالاري كويس، يقدر يمسك بعض اللاعبين. هو الاتحاد الافريقي مثلا الوداد البيضاوي، الرجاء البيضاوي يقدروا يمدوا سالاري كويس، يقدروا يمسكوا اللاعبين. بس اغلبيه الفرق في افريقيا سالاريهم مقارنه باوروبا ضعيف، اللاعبين ما يبقاوش، هذه بكل صراحه. هو السبب خلي بالكم برضه، هو طبعا الاتحاد الافريقي السبب المعلن ان هو عايز يطور البطوله المحليه، البطوله القاريه للانديه، ده ما فيش فيه شك. لكن السبب الحقيقي الاتحاد الافريقي اقدم على الخطوه دي انه عايز مداخيل زياده، هو عايز فلوس زياده. بس يا اخي احمد الاسم انا ما عجبني. البطوله المحليه امريكا الشماليه عندها كده السوبر المحليه. لا ما فيش محليه، ما فيش كلمه محليه. هي كان المفروض تبقى السوبر الافريقي، بس لغوا كلمه السوبر عشان اوروبا، انديه اوروبا البطوله الافريقيه. اسمع، انديه اوروبا الكبيره
الريال وبرشلونه وارسنال وكل الانديه الكبيره، الثمانيه الكبار او ال12 الكبار هم اصحاب الفكره بتاعت السوبر الاوروبي. لا اللي عندها هم 4 سنوات من يحبوا يقيموها صح في من كورونا. حوالي سنتين كانوا عايزين في كورونا كانوا عايزين يقيموها، يبدأوها رئيس ريال مدريد هو اللي بنى هذا المشروع. وتبقى بدل دوري ابطال اوروبا. الاتحاد الاوروبي حذرهم وقال لهم لو فكرتوا نعاقبوكم عقاب لا مثيل لا مثيل له، هنستبعدكم خالص، تلعبوا مع نفسكم للابد. فالوضع مختلف في اوروبا. يعني اوروبا حتى لو ريال مدريد بيلعب بطل زنزبار ولا بطل قبرص بتلاقي الناس بتتفرج ليه؟ صح الصوره حلوه والملعب حلو والفريق القبرصي فيه لعيبه برضه بتلعب. يعني الريال مش بيبقى مثلا في فسحه، لا ده بتلاقي فيه نديه وفيه لعب. انما انت عندك في افريقيا تبص تلاقي مثلا في بعض، حتى الان الاهلي يروح يلعب في اثيوبيا تلاقي ماتشات مش متذاعه مباشر. تلاقي في بلاد مثلا التصوير تلاقي الكوره هنا تلاقي الكاميرا مش عارف فين بتجيب ايه. لا تصوير سيء جدا سيء جدا. فهيبقى فيه اهتمام الفتره الجايه. ما فيش تسويق اعلامي، نهضروا صراحه ما فيش تسويق اعلامي للكره الافريقيه، مفيش خاصه في دول غرب افريقيا ودول جنوب افريقيا فهم اقترحوا الانديه وسط. اقترحوا الانديه الثمان انديه اللي انا قلت لك عليهم دول. هم مش اقوى 8 انديه في افريقيا بكل تاكيد، لكن هم اقترحوهم على اساس ان ملاعبهم جيده والتصوير عندهم هيبقى جيد. النهارده شفنا الماتش التصوير كان فيه جيد، وعملوا جوائز كويسه جدا جيده جدا للانديه اللي موجوده. على اساس اجمالي الجوائز القيمه الماليه كلها كم؟ 10 مليون دولار. الاول كم ياخذ؟ الاول 3.5 مليون دولار. والله رقم كويس. اللي ياخذ بطوله ياخذ رقم كويس. في كم ماتش؟ في 6 ماتشات. والله ممتاز تمام. رقم ممتاز. الثاني هياخد 1,750,000 تمام. اللي وصلوا دور الاربعه كل واحد فيهم هياخد مليون دولار. ممتاز. واللي لعبوا اصلا في البطوله وخرجوا من اول ماتشين ثم اي مشارك ياخذ فلوس 800,000 مش كويسه ولا غير مبلغ كويس. ثم انك تشارك تاخذ 800,000. ده غير ايه بقى؟ غير فري تيكت، فري اكوموديشن، everything is free. اتس جود جود ديل. ها المهم يعني ان نبأ الصار في الموضوع ان السنه الجايه هيبقى 24 فريق، وهتخش بقى الانديه القويه اللي في افريقيا. يعني نادي ممكن من تونس ياخدوا فريق تاني، ممكن غالبا الافريقي او النجم الساحلي. المغرب هتلاقي فيه كمان على الاقل فيه فريقين، على الاقل فريقين. في واحد، في بيقولوا 2 ما اعرفش ليه. المغرب حتى المغرب عندهم بطوله كويسه ولا غير عندهم بطوله ماشي. ما احنا عندنا بيراميدز برضه ممكن يخش ثالث. عندنا نادي بيراميدز فيه لعيبه في منتخب مصر 3 أو 4 يعني. عشان كده يدخلوا 3 فرق من بطوله واحده. فاهم؟ مستحيلات. فانا لا هم بيقولوا لا. والنهارده متسيبي وعد بيسالوه في قناه اون سبورت المصريه على الزمالك وكده وهنزود. قال لهم لا الزمالك داخل معانا ما تقلقوش، انا عارف جمهور الزمالك كتير. لا عنده جمهور صح. هندخله البطوله الجايه. المهم ان هو يدخل ويكمل بس ما يطلعش حصاره زي كل سنه. احنا في الجزائر تسمى حسب رايي حسب هذه المعطيات مرديه الجزائر راح تدخل. هما اكيد هيختاروا على الاقل نادي من الجزائر. وانا ظني انا حسب رايي ياخذوا شوف الفريق يكون قوي ويكون عنده قاعده جماهيريه كبيره عشان التسويق وعشان ممكن ثم في الجزائر انا حسب رايي راح ياخذوا مرديه الجزائر. انا حسب رايي مرديه الجزائر عنده كم سنه ما عملوا ولا نتيجه، ولكن هذه السنه جابوا يوسف البلايلي يا اخي، وجابوا بالعمري في الدفاع، وجابوا تيم حلو. هو اقوى فريق حاليا في الجزائر هو شبيبه القبائل. ممكن يختاروه ما اعرفش لسه طبعا. انا حسب رايي الخاصه وانا من قسنطينه وعندنا حساسيه مع مرديه الجزائر، ولكن نتكلموا حقيقه. احسن فريق احسن تيم هذه السنه مرديه الجزائر احسن تيم. نحترموا شباب بلوزداد اللي خدا البطولات 3 مرات متتاليه واللي يوصل نصف نهائي ابطال افريقيا، ولكن شباب بلوزداد عنده لاعبين في المنتصف ممتازين. سافروا واحد احترف في اوروبا وواحد احترف في المغرب. لاعبين الوسط تاعو كانوا هما نصف الفريق. جلبوا لاعبين جدد. المهم يعني هي البطوله دلوقتي هتبقى الانديه الصفوه، الانديه القويه اللي في افريقيا، الانديه اللي عندها امكانيات، الانديه اللي هي هتلعب كوره، هتبدا تشوف كوره مش زي الاول بقى ايه الفريق يطلع بره يدافع يلعب في ملعبه يهاجم وينام على الجول والجو ده. هتلاقي كوره، هتلاقي تصوير كويس، هتلاقي فيه اهتمام اعلامي بالبطوله، هتلاقي فيه ملاعب كويسه. اللاعبين الافارقه ايوه الانديه هتبدا دلوقتي تصرف وتدور على مواهب، لان في مداخيل كويسه، في مداخيل محترمه تمام. فهم النظام الجديد بقى ده اللي هم لما يبقى 24 فريق السنه الجايه كان اتحاد افريقيا يتكلم فيه تمام. عجبني قوي النظام ده.
حتى انا عجبني، انا ما عجبتنيش التسميه. انت لا التسمية بس انت ما تعرفش النظام. تعرف النظام هيمشي ازاي السنه الجايه؟ لا ما زلت انا ما على باليش بلي هقول لك بقى ازاي بقى. نظام شيق جدا يا وليد. هيقسموها مناطق. منطقه شمال افريقيا هتبقى في مجموعه 6 فرق غالبا. يا اخي شمال افريقيا في مجموعه واحده يا راجل. هم بقى يعني طبعا مجامله. هو عايز يعمل ايه؟ الدوري الافريقي. عايز افريقيا كلها تلعب مثلا عملوا دوري شمال افريقيا زعما على التنقل وعلى المسافات. أيوة عشان المسافات فهيحطونا كلنا في مجموعه واحده. بس يا راجل مثلا وده اكبر غلط. انت تحكي يا راجل على دول الشمال، مصر وتونس والجزائر والجزائر والمغرب، خاصه مصر والمغرب وتونس وبعدها الجزائر. نتكلموا بكل صراحه. مصر، المغرب، تونس، الجزائر. تونس هذا حطيناها في المرتبه الثالثه. هاد العوام الفرق تاعها، هاد العامين الفرق تاعها، ما انا بقول لك اهو نقصوا شويه. بس مصر والمغرب يا اخي فرقهم ممتازه. ايوه بس انت مثلا نتابعوا هذو النهائيات كاس ابطال افريقيا، كل مره نوجدوا مثلا فريق من الشمال او فريقين من الشمال. انت قصدك ايه؟ ان اقوى فرق حاليا، اقوى انديه في القاره من شمال افريقيا. يعني المفروض شمال افريقيا يبقى لهم مجموعتين وبقيه افريقيا يبقى لها مجموعه واحده. صح. بس هم لان ده دوري هيبقى كل مجموعه 6 فرق. يعني كل فريق هيلعب كام ماتش يا وليد؟ راح يلعب 10 مباريات. 10 مباريات. فانت هتلعب دوري بقى يعني كل اسبوع دوري. صح دوري. غير الماتشات الاقصائيه اللي بعد كده. فقال لك هنعمل ايه؟ قال لك مفيش غير الحل ده. الدول اللي شمال افريقيا تلعب في مجموعه، غرب افريقيا في مجموعه، وسط افريقيا في مجموعه، جنوب افريقيا وشرق افريقيا في مجموعه. كل اسبوع يتنقلوا. يبقى تنقل ويشتغلوا في ايه؟ في شركه طيران واحده ويبقوا متعاقدين بحيث تلعب كل اسبوع ماتشين. هو عايز يخلص برضه. ما كده البطوله هتبقى 22 ماتش. دوري ابطال افريقيا 14 ماتش. تمام كده هتزيد وهتعمل ضغط على الانديه في الدوري. لا تعمل ضغط كبير. فالانديه في الدور الاول كتير. فهم عاملين نظام شيق جدا زي ما قلت لك، جغرافي، تقسم جغرافي. مع ان ده مش هيبقى في مصلحه البطوله. ليه؟ لان في فرق قويه من شمال افريقيا هتخرج بدري. يعني هو دلوقتي هيعمل شمال افريقيا 6 وغرب افريقيا 6 ادي 12، وسط افريقيا مثلا وشرق افريقيا 6 ادي 18، وكمان 6 لجنوب افريقيا. تمام 24. تمام. فانت عندك مثلا الستة المرشحين في شمال افريقيا: اهلي، زمالك من مصر، الترجي من تونس، فريق من الجزائر غالبا هيبقى مثلا شبيبة القبائل، فريقين من المغرب اللي هم الرجاء، الوداد والرجاء. تمام. هيلعبوا دوري 10 ماتشات، 5 على ارضك و5 بره. اعلى 4 فرق هيصعدوا. تمام. والخامس هيكمل في البطوله، والسادس هينزل للبطوله ايه؟ البطوله الثانيه. فعجباني قوي الفكره دي. يعني لا ممتازه والله، ممتازه اللي اقترح، بس لسه ما اتنفذتش، ما اتاكدش عليها. ان شاء الله ينفذوها. فدي هتبقى انترستنج. اللي هو ايه؟ اللي هيطلع مركز اخير هينزل يلعب في البطوله الثانيه اللي هي قال احنا في الجزائر ما يفهموش انترستنج. احنا في الجزائر فرنسيه انتريسي. فدي هتبقى جميله قوي، خصوصا لما الزمالك يجي معانا في المجموعه. هنبدا نقول بقى ايه؟ الصاله السادس يا اخي لا يحضر زملكاوي يا اخي تكلم. انا لقيتني جزائري ما نعرف تاريخ الزملكاوي يا اخي تكلم عن الزملكاويه. لا يحضر زملكاوي يا اخي تكلم عن وجه لوجه. والله هيبقى نظامها جميل. هتبقى ان شاء الله هيبقى منافسه قويه فيها، هيبقى في مدعكه في اللعب. فالسادس من كل مجموعه هينزل على البطوله اللي هي هيغيروها بدل الكونفدراليه، هيبقى اسمها ابطال افريقيا، اللي هم ابطال كل بلد هتخش بايه؟ بفريق. عندنا 54 اتحاد، هيبقى 54 فريق. مفيش بقى ابطال الكؤوس والكلام ده يا اخي. تمام. فالعدد كبير. فالعدد كبير بس هتبقى حلوه. ليه؟ الابطال الدوري اللي هي البطوله الثانيه، ابطال افريقيا هيطلع منها كل سنه كام فريق؟ 4 فرق، 3 أو 4 فرق على حسب المجموعات. هيطلعوا يلعبوا مع الكبار اللي فوق. ممتازه. و4 ينزلوا. فهمت؟ 4 يطلعوا و4 ينزلوا. كانه كما نقولوا مثلا فالضحك هيشتغل بقى. دوريات كل افريقيا راح تري دوري واحد. ايوه. فالضحك هيشتغل بقى. ليه؟ لا تشتغل. الضحك هيشتغل. ليه؟ الفريق السادس الاخير ده هيبقى هو المضحكه. ليه؟ هينزل مستوى الادنى. انتوا مش من مستوانا، انزلوا لعبوا تحت معانا. هذه ممتازه والله. هتبقى ممتازه. فكرتها هتبقى زي نظام الدوري المحلي كده في مصر او في الجزائر. المراكز الاخيره بتنزل تلعب، ينزلوا في الدرجه الثانيه. الدرجه الثانيه يلعبوا مع الفرق. الدرجه الثانيه الاولين يصعدوا للدرجه الاولى. هتبقى جميله يعني. بس فرق شمال افريقيا هتبقى مظلومه في الموضوع ده. نعم.
اقوى الفرق في افريقيا راح يلعبوا بعضهم البعض، وراح يتعبوا ضد بعضهم البعض. فهيبقى مثلا هتلاقي افريقيا، هتلاقي شمال افريقيا هتلاقي طالع منه صاعد منه 4 تمام، و2 طلعوا خرجوا، واربعه كمان من افريقيا السمراء في دور الثمانيه. بتكلم عن دور الثمانيه، هيبقى في توازن شويه، لكن ان شاء الله. لكن انا شايف ان اقوى الفرق في شمال افريقيا. والبطوله راح تكون في شمال افريقيا دارني. لا المجموعات لا انا نهضر لك على البطوله من ياخذ البطوله. ايوه ما هي البطوله، بص ان شاء الله في شمال راح تبقى في دول شمال. احنا متابعين، انت متابع طبعا دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه اخر سنين، ابطالها دايما في الغالب عرب، صح؟ عرب 90% عرب. 90% عرب. فاحنا افريقيا كلها ما فيش افريقيا السوداء في غير صن داونز، ميميلي صن داونز بس. ميميلي صن داونز فريق يلعب كره. كان في مازيمبي، ومازيمبي اختفى. لا مازيمبي انا دلوقتي في سيمبا وفي بيترو اتلتيكو بيحاولوا، لكن لسه لهم كتير عشان نقدر نقول ان هم منافسين حقيقيين. صح فاهم. فده باختصار نظام البطوله الحاليه ده الجديده، ونظام البطوله السنه الجايه هتبقى طبعا هتتوسع، هيبقى شكلها افضل، هيبقى في فرق كتير بتلعب فيها. فانا شايف ان هي هتبقى بطوله جامده، يعني هتبقى بطوله جامده ان شاء الله باذن الله. ومثلا احنا اليوم مدرب بوركينا فاسو يا اخي صرح قال لهم يا اخي انا في كاس افريقيا مانيش خايف من الجزائر، راح نلعب ضد الجزائر وراح نستغل ارضيه الملعب وراح نستغل الظروف الطبيعيه. وقال علينا كده برضه، قال انا مش خايف من مصر برضه هنكسبهم. وشغل انت فاهم. ويجي ساعه الماتش والله ده احنا عملنا اللي علينا والظروف ان شاء الله يكون كلام صحيح. ندور على حجج كده زي واحد صاحبنا والتحكيم ظلمنا يعني كده الحجج جاهزه. يا اخي زي صاحبكم يا اخي، زي صاحبنا يا اخي تكلم حقيقه يا راجل، تكلم حقيقه يا راجل. المباراه شهدنا الاخيره في ضمن تحكيمي ولا لا؟ يلا خلاص بقى خلصت يا وليد، مش عايزين نصدع الناس بقى خلاص. مباراه حلوه ومرة انتهت في امان الله يا اخواني. نتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله، نحكيو فيها على المحترفين تاعنا ومحترفين المصريين ان شاء الله، ونتكلموا في كل ما يتعلق باللاعبين العربيين واللاعبين المحترفين ان شاء الله. وتحيا فلسطين، وديما فلسطين، ومع خوتنا في غزه. تحيا فلسطين، تحيا فلسطين، منصورين ان شاء الله. اللهم امين. اللهم امين يا رب العالمين.